نزل يجيب الازازه من العصير دوت، لقاها ب 12 جنيه. طلع قال لي ده الازازه ب 12 جنيه. قلت له ليه؟ قلب امك ب 12 جنيه. تعالى تعالى هات ال 12 جنيه وانا هعمل لك ازازه العصير اللي انت عايزها. قال لي هتعمله لي زي بتاع المصانع بالظبط؟ قلت له اه زي بتاع المصانع بالظبط. يلا بينا نشوف عملنا ايه. حاجة هنا، أنا كنت أصلا مخزنة المانجا وبحب طبعا أشيل المانجا والفراولة الجوافة، لو كل حاجة في الموسم بتاعها بشيلها. المانجا دلوقتي بقى إيه نفعتني في العصير اللي احنا هنعمله ده، اللي هو بتاع المصانع بمعنى الأصح. بصوا بسم الله ما شاء الله، ما بيحصلهاش أي حاجة خالص، وبتطلعيها بتبقى معاكي زي الفل كده زي ما انتي شايفة. هنعمل نوعين من العصير، بتاع المحلات بتاعت عصير القصب، ونوع بتاع المصانع. وطبعا هقولك بقى على التركات بتاعتهم اللي هم بيحطوها. بس الأول هنخلي المانجا بتاعتنا دي، وفي مانجا هنخليها خاليينها بقشرها، وفي مانجا هنخليها من غير قشرها خالص نهائيا. هنا بقى اللي في الطبق الاخضر دي اللي احنا خليناها من قشرها، بس ما رميناش قشرها، اخدنا قشرها حطيناه على المانجايتين التانيين. القشر يا جماعه ما ترموهوش، لان بيبقى فيه ساعات مانجا فحرام خساره. فهنركن بقى الطبق ده كده على جنب، وهنبتدي بقى نشتغل في الطبق اللي معانا اللي هي المانجا المخليه خالص. هتجيبي بقى الخلاط بتاعك كده يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي، وتصلي على الحبيب سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وتنزلي المانجا في الخلاط بتاعك. هنا بقى كده يا جماعه هنعمل عصير المصانع. عصير المصانع اللي الازازه منه الصغيره بقت ب 12 جنيه، معرفش بقى الكبيره بقت بكام كمان. عامه هي كل حاجه يعني بقت غاليه، مفيش حاجه بقت رخيصه. حطيت هنا مانجايتين في الخلاط، وجبت بقى واحده زباديه كده الاصدقاء، عشان زبادي الاصدقاء كده زباديه متمكنه من نفسها كده وحلوه جدا وطعمها حلو قوي. هنا في الخلاط عشان تقولي لي حطيتي انه مانجايتين، حطيت المانجايه الكبيره ومعاها واحده صغيره. خلاص، وهننزل علبه الزبادي على المانجا بتاعتنا. هنعمل الزبادو اللي كل الولاد بيحبوا ان هم يشبطوا فيه، وسعره غالي جدا. وتقدري بقى تعمليه باي نوع فاكهه انت بتحبيها، بس لو هتعمليه بالخوخ يا ريت تسلقي الخوخ الاول قبل ما تضربيه في الخلاط. حلو كده، حلو كده جميل جدا. حطينا بقى الزبديه، وهنحط نص كوبايه من اللبن اهو زي ما انتم شايفين كده، وهتزودي شويه ميه صغيرين. وما تكتريش الميه عشان ما يطلعش خفيف ويقولوا لك لا ده مش زي بتاع المصانع، لان بتاع المصانع بيبقى تقيل. وهتحطي شويه السكر طبعا على حسب بقى رغبه ولادك، بيحبوا سكر كتير بيحبوا سكر قليل، كل واحد طبعا على حسب ما هو بيحبه. هننزل بقى كده شويه ميه صغيرين اهو زي ما انتم شايفين كده، ونشغل الخلاط بتاعنا ونضرب العصير ده ضرب ايه مربح. بصوا العصير وتقله ولونه وجماله حاجه كده بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ حاجه حلوه قوي. يلا بينا بقى نجيب الكوبايه كده ونصب كوبايه. هنا بقى ادي كوبايه العصير الزبدو التحفه. شايفين التقل؟ شايفين القطع الصغيره اللي بتنزل دي كده؟ في قطعتين صغيرين كده نزلوا حاجه كده تحفه وهم كده. الولاد لما شربوه ما فرقوهوش خالص عن بتاع بره نهائيا، وكمان ده من غير مواد حافظه. تعالي بقى اقولك على سر محلات العصير. محلات العصير اللي انت بقى افخم المحلات يعني بيضربوا المانجا بقشرها، ما بيضربوش المانجا غير بقشرها، ويصفوها في المصافي الكبيره قوي اللي عندهم دي، وبعد كده يعبوها في الازايز، علشان كده بتبقى تقيله وتخينه معاهم. فتعالي كده جربي معايا وشوفي هنعمل ايه. بقى خلاطك الحلو وحطي فيه المانجا، وانزلي عليه بشويه من الميه، وحطي السكر طبعا اللي يناسبك على حسب السكر انت حباه ازاي. بس انا ما زودت السكر لان المانجا كانت محليه شويه، فحطيت حبه كده صغيرين وحطيت جدر. اي حاجه بقى عندك ذره اي حاجه، وهاتي المصفى بقى بتاعتك وابتدي صفي المانجا. بصوا نازله ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله تحفه قوي. ونصفيها بقى ونصبها كده عنب العنب. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، حاجه كده بص تفرح. بصي 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 المانجا وجمالها، حاجه كده تحفه. بصي ادي الزبدو، ودي عصير المانجا، وحاجة سهلة جدا. وهنا بقى تعرفي ان التفريزات بتنفعك. التفريزات مهمة يا جماعة في الحاجات اللي ينفع تتفرز وبس، مش كل حاجة بتنفع تتفرز. انا صريحة معاكم واتكلمت في الموضوع معاكم دوت كذا مرة، اني مش كل حاجة بتنفع تتفرز. ادي الزبدو وادي العصير، يعني المانجا الفراولة الجوافة ينفعوا قوي قوي يتفرزوا، بيدوكي نتيجة كويسة، ومهما يقعدوا ما بيحصل لهمش حاجة. اقول لكم السلام عليكم.